انا كأمها انا اول مره اشوفها كده، فاكيد لكل فعل ليه رد فعل. احبس لك حاسه ما يتخيلهاش. اقول لك على حاجه، انا بقول له يا ابني ايه، خلاص عفى الله عما سلف وانت عفى الله عما سلف وخلاص. قال لي هي كانت عايزه تحبسني، انا هوريكم الحبس شكله ايه. ليه كله يعنف عليهم كده؟ حرام، دول بنتين لا حول ليهم ولا قوه. معلش لو كل واحد في مصر دور على نفسه، دور جوه نفسه، هيلاقي نفسه بيعمل حاجات اكتر من كده بكتير. ليه نجزرها وننحرها بالمنظر ده؟ وليه الموضوع يكبر قوي كده؟ هي كمان مجني عليها، بس هي مجني عليها من مصر كلها. حرام، الرحمه حلوه. دلوقتي انا بناتي دول والله اطيب منهم ما في. الصغيره دي متاخده في الرجلين، ملهاش اي دعوه باي حاجه، والكبيره هي اصلا تعبانه، يعني هي اصلا تعبانه، عندها مركبه شرايح ومسامير في بقها. فلما حصلت المشكله في قلب الاوبر، وجبت بتاع الاوبر الله اعلم واعلم خبطها ولا عمل فيها ايه، هي بيحصل لها حاله هستيريا من الوجع اللي بتحسه وبتعيش فيه. اما بالنسبه لشيماء دي والله ما بيطلع منها الحركات دي، والله انا كأمها انا اول مره اشوفها كده، فاكيد لكل فعل ليه رد فعل. فهي كانت مسجله له برضو فيديو. لما حصلت المشكله دي راحوا على الاسم واتنزلت، وقلت لها احنا عندنا زيه، احنا ما بنحبش نأذي حد، اصلا احنا في طبيعتنا ما بنحبش نأذي حد. فلما راحوا اتصالحوا، هو الولد بتاع الاوبر صمم ان هي تمسح الفيديو اللي معاها، وهو كمان كان شكله بعته لحد. ولما خرجنا من عند الاسم وحضرتك تقدر ترجع الكاميرات، انا بقول له يا ابني ايه، خلاص عفى الله عما سلف وانت عفى الله عما سلف وخلاص. قال لي هي كانت عايزه تحبسني، انا هوريكم الحبس شكله ايه. هو قال لكم انا هوريكم الحبس شكله ايه؟ حضرتك تقدر ترجع الكاميرات اللي على باب الاسم. وقام رايح عند المكتبه، الله اعلم واعلم صور ورق ولا عمل ايه. بعديها على طول احنا روحنا البيت، تمام، ونمنا زي اي حد. صحيت الصبح لقيت الدنيا خربانه، لقيت مصر كلها بترن عليا، ولقيت الدنيا عامله كده فيهم، وهم ما يستحقوش كده. معلش هي مش يعني الموضوع مش الواو قوي يعني ان هو يتعمل. ضيعوا مستقبلهم بسبب ضيعوا مستقبلهم عشان ايه؟ ليه كله يعنف عليهم كده؟ حرام، دول بنتين لا حول ليهم ولا قوه. كل بتوع الاوبر شهروا بيهم، يعني هو نزل الفيديو، كل حد من صحابه بتوع الاوبر نزلوا فيديوهات، وكل واحد بقى والف القصه بتاعته، وكل بتوع البلوجر بهدلوا الدنيا. يا جماعه اتقوا الله، احنا كلنا هنروح لربنا، وهي يعني هي في الاول وفي الاخر هي عندها ولد. عندها ولد عمره 7 سنين، يعني هي اصلا الدنيا جايه عليها، ده هي بتشتغل كل الحكايه ب 200 جنيه في اليوم، شغاله في محل عطور. أيوة، في محل عطور، يومها ب 200 جنيه في اليوم. ايوه بص، هي كانت في جريده اسمها في فيصل، هي كانت شغاله هناك في المكتب دوت، فكانت شغاله فني مواقع الكترونيات. يا جماعه هي مش صحفيه، يعني ان هي بتكتب وبتنشر. تمام. هي بس كانت بتقول الكلمه دي عشان توري الولد ان هي فاهمه، وهي مش فاهمه. يعني يا جدعان ايوه بتلقائيه، هي ما قالتش اكتر من كده، وهي ما اجرمتش، يعني ده هي كل فعل ليه رد فعل. هي غلطانه ان هي عملت الحركه بايديها، بس هو كمان كان عامل لها برضه. لا هو في الاسم كان مطلع نفسه بريء، واحنا بشر. هم عملوا محضر الصلح، وهو اللي شهر بيها. هو يرضى بعد محضر الصلح او امه او بنته او مراته يرضى ان هي تعمل فيه كده؟ معلش لو كل واحد في مصر دور على نفسه ودور جوه نفسه، هيلاقي نفسه بيعمل حاجات اكتر من كده بكتير. ودول بنات لا حول ليهم ولا قوه، يعني واحده اصلا شقيانه، والله دول شقيانين، ده جسمهم بايظ من الوقفه. انت حضرتك بتطالبي بايه؟ يعني انت بتطالبي بايه دلوقتي؟ الرحمه بقى، عشان كده كتير قوي. هي كانت مشكلتها مع بتاع الاوبر هو اللي وصل ان مشكلتها تبقى مع مصر كلها. وهو اللي وصل الموضوع لكده. هل هو كل دوت مظلوم وهي اللي ظالمه؟ يعني هو كان المفروض كان يجيب الفيديو كله من الاول. يعني هو في بدايه للفيديو من الاول. ايوه، لان كانت في ناس بتحوش، يعني هي كانت خناقه يدويه. ايوه هي كانت خناقه حضرتك. ولما خبطها، هي لما حد بيخبطها في الشرايح والمسامير، هي بتحصل لها حاجه غريبه. هو انت مثلا ربنا عارفه بالعقل، انا بتاع اوبر، انا ليا نقطه معينه وليا لوكيشن انا قايله لك عليه، المفروض انت حضرتك توديني مكان ما انا قلت، والمفروض ليك فلوس بتاخدها، انما ما تجيش تنزلني عند المقاولين وانا قايله لك عند شيل اوت
ماشي انت تيجي تنزلني في الحته دي عشان انا ما جيتش معاك، يعني انت تيجي في الحته دي عشان انا ما جيتش معاك. انت عملت حركه مش ولا بد في العربيه. فمعلش انا بناتي رجاله ما بيتحملوش ان حد يلمسهم ولا حد يعمل معاهم اي لقطه مش كويسه. طب حضرتك فهي اتحرت على الحركه، فهو من هنا لهنا ما عجبوش طبعا ان هي ما جاتش معاه. حصلت المشكله، اعتدى عليها بالشتيمه، قامت هي رده له الشتيمه، اعتدى عليها بمد الايد، كل ده جوه العربيه. والناس اللي كانت موجوده سبب ما كانت النجده كانت موجوده، كانت في كميه ناس واقفه. والله لو الناس شايفه الفيديو بتاعها وتشهد شهاده الحق الموضوع هيتغير خالص، لان الموضوع مش زي ما بتاع الاوبر قايل. كمان بص عشان اقول لك من حسن نيتها ان هي راحت عندي القسم عشان تعرف في ايه. الظابط رن عليها قال لها تعالي عشان الدنيا مقلوبه عليكي. قالت له حضرتك انا ما عملتش حاجه، دي كانت مشاجره عاديه. والكل فعل ليه رد فعل. ليه نجزرها وننحرها بالمنظر ده؟ وليه الموضوع يكبر قوي كده؟ المفروض زي ما هي مجني عليها، زي ما بتاع الاوبر مجني عليه، هي كمان مجني عليها. بس هي مجني عليها من مصر كلها، هي مش مجني عليها من واحد بس. انا عايزه اعرف انا حق بنتي في التشهير اللي عملوه لي البنتين واقفه حالهم. احنا مش عارفين ننزل من بيتنا، بجد احنا مش عارفين ننزل من بيتنا. يعني هم يحكموا علينا بالاعدام واحنا نسكت ما نصرخش كمان؟ حرام. الرحمه حلوه. انا عايزه حقي في التشهير اللي حصل لبنتي وبنتي التانية اللي مرميه في المحكمه فوق، بنت بنوت صغيره عمرها ما دخلت اسم حتى تعمل بطاقه. يعني هي البنت التانية ما ظهرتش في اي حاجه؟ ما ظهرتش في اي حاجه. الرحمه من لا يرحم لا يرحم. وهي اطيب منها ما فيش، وهي ميح على فكره. يعني انت حتى لو قعدت اتكلمت معاها اكنك بتتكلم مع بيبي عمره 3-4 سنين. ولا هي حد مكار ولا هي حد زي ما هم ما بيقولوا. انا بقرا التعليقات اللي هم عاملينها على بنتي، انا ما بقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيل. انا وكلت امري لله وهو بقى يتصرف بمعرفته. انا عايز اعرف فين حقنا في التشهير اللي حصل، وايه الجريمه اللي هي عملتها غير ان هي خناقه. ليه توصلوا الموضوع لكده؟ ليه تكبروا الموضوع لكده؟ ليه كل واحد يطلع عليها اشاعه؟ ليه اتقوا الله؟ ده ما حدش ضامن نفسه ولا حد ضامن عمره.